ملك كسول يطرد حتى الحاجب اللي أيقظه من النوم لمقابلة مسؤول أمريكي رفيع وما خلاهش يرقد. هذا مش يصدر في البيان أو في المقال الرابع من سلسلة مقالات لو موند حول الملك محمد السادس. تستمر جريدة لو موند في عددها الرابع اليوم من سلسلة التحقيقات اللي ديرها على محمد السادس في إهانة محمد السادس. المقال تاع اليوم عنوانته ملك المناورات الدبلوماسية الكبيرة. تكلمت أولا على كيف أنه الملك محمد السادس أو كيف ساعدت فرنسا الملك محمد السادس في صياغة مشروع الحكم الذاتي اللي عرضوه على الصحراويين، اللي تقول باللي الصحراء الغربية التي أنقذت الحكم الملكي في المملكة المغربية، خاصة لما ذهب الحسن الثاني في ذلك لإشغال الجيش تاعو اللي كان ينقلب عليه بالصحراء الغربية. تكلمت أيضا على التطبيع وقالت التطبيع اللي كان منذ الستينيات ولكن أعلن مباشرة حتى يأخذ دعم الكيان الصهيوني في قضية الصحراء الغربية اللي يضعها محمد السادس على رأس أولوياته الدبلوماسية. تكلمت أيضا على محاولة محمد السادس تغيير لو ستاتيو أو تغيير الوضع في الأمم المتحدة اللي ما قدرش، اللي أعلنت فشله فيه، لما زالت القضية الصحراوية تعتبر قضية تصفية استعمار. في سياق التطبيع بينت أيضا الجريدة كيف أن الكيان الصهيوني أصبح ثالث مصدر للأسلحة للمملكة المغربية بعد التطبيع. وتكلمت أيضا كيف أن المملكة المغربية انحازت بشكل صريح للكيان الصهيوني في حربه على غزة. أيضا من بين النقاط اللي تكلمت عليهم تكلمت على البعد الإفريقي وكيف حاول محمد السادس التوغل في إفريقيا لكسب التأييد فيما يخص القضية الصحراوية، وأيضا كيف يحاول منافسة الجزائر فقط لمعاندتها، مثلا فيما يخص قضية الطريق العابر للصحراء الجزائر لايغوس اللي يحاول بطريق أو محاولة إعطاء الدول الحبيسة لدول الساحل منفذ في الصحراء الغربية. أيضا مشروع الغاز اللي قالت هو مشروع مستحيل وهو فقط لمناكفة الجزائر.